علينا الاقتناع بوجود مبدأ العدالة في الكون، فما من موجود يمكنه أن يولد من دون معنى ملائم أو ظرف مناسب، وطبيعة أكثر عدلا مما نراه فيما يخص موضوع التكوين. سنكون على صواب أكثر إذا اعتبرنا مجتمع المدنية مسؤولا عن تحريف مهاراتنا في الرصد والملاحظة، وعن التشويش عليه أو فقدانه. وجود الإنسان أيضا تطور عادل. قد يقال إن النظام الكوني والعالم البيولوجي والمؤسسات الاجتماعية مسخرة جميعا لتكوين ونشوء الإنسان، فهل من عدالة أعظم؟ أما إذا كانت القوى الهرمية والدولتية العظمى الكائنة داخل المجتمع قد قامت بطمس الحقيقة من خلال تشويهها، فيجب البحث عن المسؤول عن ذلك ضمن هذه القوى القائمة على التحريف والتضليل. حينها ستكون مهمة تحقيق العدالة ملقاة على عاتق الإنسان الباحث عن العدالة والمعني بها بالذات، فالإنسان هو الذي يستطيع تطوير كافة أنواع المعاني والممارسات اللازمة من أجل تكريس العدالة. وبالطبع فالأشخاص القائلون نبحث عن العدالة هم الذين عليهم تحمل مشقات هذه المهمة والحراك بما يتناسب مع تلبية متطلبات العدالة من حيث تنظيمهم لأنفسهم وإضفائهم المعاني النبيلة على ذواتهم والانخراط في الممارسة العملية. يبدو أن الاعتماد على التنوع العظيم في العالم البيولوجي وعلى أطوار التطور الطبيعي أمر ممكن في رسم مسار منظورنا المحوري، بل ويسهل علينا ذلك، إذ باستطاعتنا إدراك الانتقال الحاصل بين عالمي النبات والحيوان على نحو أسهل بفضل فهم الانتقالات والتحولات المتبادلة بين الجزيئات الحية وغير الحية. وقد قطع العلم مسافات شاسعة في هذه المواضيع، فرغم كل نواقصه ورغم الأسئلة العالقة إلا أننا نتمتع بغنى شامل من المعاني والاصطلاحات. فعالم النبات بحد ذاته معجزة، إنه عالم فسيح بدءا من الطحالب البدائية إلى شجرة فاكهة مذهلة، ومن الأعشاب إلى الورود الشائكة، ويشير بوضوح إلى مدى قدرة المهارة والكفاءة الحيوية. ونخص بالذكر حقيقة العلاقة الوثيقة بين جمال الوردة الزاهي وبين حمايتها لذاتها بالأشواك، حيث توحي ببعض الأمور حتى لأكثر الناس جهلا وبلاها، وأكثر جوانب التطور التدريجي لفتا للأنظار هو قيام كل طور في سياق النشوء باحتواء الطور الذي يسبقه، وصونه إياه في إحشائه كجزء منه أو كعامل من عوامل الغنى، بحيث أن آخر نبات يستمر بوجوده متقمصا دور الأم باعتباره اختزالا لكل نباتات. بمعنى آخر، وعلى نقيض ما يعتقد، فالتطور الطبيعي لا يكون بإفناء الأنواع المختلفة لبعضها بعضا وجهة النظر الداروينية الدغمائية، بل يحقق سيرورته بإغناء تلك الأنواع والإكثار منها، أي أن ما يجري في عالم النبات هو التطور المتجه من النوع الواحد إلى الأنواع الكثيرة المتباينة، ومن الطحلب البدائي إلى التنوع اللامتناهي. علينا النظر إلى التنوع والتعدد باعتبارهما لغة النباتات وحياتها، فهي أيضا لها عوائلها وأقاربها، بل وحتى أعداؤها، ولكن وجود آلية الدفاع الخاصة بكل نوع أو جنس يعد مبدأ راسخا لدرجة أنه يكاد لا يوجد كائن بلا آلية دفاع. الخاصية الأخرى التي يجب ملاحظتها هي التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. فبينما يعبر التكاثر اللاجنسي عن حالة بدائية جدا، فإن التكاثر الجنسي أي التناسل بتزاوج الجنسين المختلفين هو المبدأ الشائع. أما الوحدات التي تحتوي على الذكورة والأنوثة في نفس الوقت فهي من بقايا المراحل الانتقالية، في حين أن تحقيق التكاثر والتمايز في الأنواع يتطلب وجود الجنسين في مختلف الوحدات، حيث ومن دون التمايز إلى وحدات مختلفة على شكل ذكورة وأنوثة لا يمكن تحقق التنوع. هنا أيضا نحن أمام معجزة من معجزات الطبيعة، إذ تبدو الأنواع المعوقة التي نصادفها بكثرة حصيلة التزاوج بين الأقارب، والذي يعد بمثابة استمرار لوجود عنصري الذكورة والأنوثة في نفس الوحدة أو الفصيلة، تبدو وكأنها من دواعي التطور الطبيعي. يمكننا ربط التمايز الذكري الأنثوي مع مبدأ التطور على أساس التضاد والاختلاف الإيجابيين، والذي نرصده في الكون برمته، كما ويمكننا تسميته بالجدلية الإيجابية أيضا. جلي تماما أن الإصرار في نفس الكينونة
التطابق يعني إنكار التطور. من هنا يتضح تماما أن جميع أنواع مبدأ التطابق في كل بحث عن الحقيقة المطلقة كما في الفكر الميتافيزيقي تفتقر إلى الكفاءة اللازمة من أجل تفسير الكون. السؤال الذي ينبغي لفت الأنظار إليه بصورة أكبر هو: ما غاية الكون من التطور؟ أو بالأحرى، أليست خاصية التطور بحد ذاتها في الكون برهانا على حيويته؟ أيمكن لشيء لا كفاءة حيوية له أن يتطور؟ يساعد العالم البيولوجي على تيسير الرد على هذا السؤال. تتعلق المسألة المهمة الأخرى بشأن التطور البيولوجي باستثنائية كوكب الأرض. فبموجب مراقبة الأجرام السماوية يقال أنه لم يعثر على كوكب حي آخر حتى الآن. إن هذه المقاربة إشكالية بحق، فمقدرة الإنسان على تحديد وتثبيت كافة الكواكب والمجرات محدودة للغاية. فلربما يفسر الإنسان الكون بقدر ما تستطيع البعوضة تفسير العالم حولها. أما الزعم بمقدرة الإنسان على معرفة كل شيء فهو وهم من أوهام أصحاب الفكر الميتافيزيقي، وهو يشبه موضوع خلق الله. إن حصر كيان تحقق في الكونية بالأرقام لا يوضح الأمور كثيرا، علما أننا لا نزال على عتبة إدراك حكمة العالم وأسبابه، ولا نزال نجهل ما سنلقاه أمامنا حصيلة هذا الإدراك. يجب عدم غض النظر عن المقولة الشهيرة الرائجة: لكل كائن حي عالمه. كما وقد يكون لرؤية الأكوان المتوازية جوانب منيرة للفكر أيضا. قد نوضح مرادنا على نحو أفضل من خلال المثال التالي: الخلية الحية الموجودة في كل عضو من أعضاء الإنسان هي كائن قائم بذاته، بل ويتحقق التفكير حتى في خلايا الدماغ. فهل بمقدور هذا النوع من الخلايا القول إن العالم موجود بقدر تصورنا له؟ فهذه الخلايا بالمقابل لا دراية لها بالإنسان ولا بالكون العملاق الكائن خارجه. لكن هذا لا ينفي وجود الإنسان والكونين الأصغر والأكبر. ترى ألا نستطيع توصيف الإنسان أيضا بتلك الخلية ضمن فضاء الكون الأكبر؟ إن تجرأنا فعلا على التسليم بذلك فسنستطيع بسهولة إطلاق الحكم بوجود أكوان أخرى. مقصدنا من الأكوان المتوازية هو: إن كان كل كون مرتبط بفضاء ما أو بطول موجة ما، وإن كان يفسر على هذه الشاكلة، فوجود عدد لا حصر له من الأكوان أمر وارد إذن. وما نظام التموجات المولدة للإنسان سوى واحد من تلك الأكوان.